متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من ملفات وقضيه الاجرام على قناتكم قضيه اليوم او ام اس تي في. كيف ديما وكيف العاده كنبغيو نشكروا الناس اللي كيتفاعلوا معنا على القناه، الناس اللي كيخليو لنا تعاليق زوينه، الناس اللي كيشجعونا وكيدعمونا. شكرا لكم بزاف، وما نطولوش عليكم وندخلوا معكم في سرد قصه او جريمه اليوم. متابعينا الكرام، قضيه اليوم او جريمه اليوم وقعت سنه 1992 بمدينه فاس. واحد السيد كون في ذاك العمر ديالو داك 40 سنه. هاد السيد هذا كما كنقولوا كان طاغي ما كيحس حتى شي واحد، كيحقر اي واحد. كان هاد السيد هذا كيمشي لواحد المقبره، ديك المقبره كاين واحد المقبره كيدفنوا فيها الموتى. كيمشي هو شنو تيدير؟ تيقبض داك الفقهاء اللي كيقراو على الموتى او كيقراو على كذا او كذا، اللي شد شي بركه كيحيد له منها النص. اي واحد تما كيكون في داك المقبره دوك اللي كيبيعوا الماء او كذا او كذا، تيحيد لهم داك البركه او كيحيد لهم داك داك النص ديال داك الشيء اللي عطاوهم الناس. داك الفقهاء وداك الناس اللي في داك المقبره ما كيقدروش على هاد السيد هذا. كنقولوا حنا كان البنيه ديالو صحيحه، واللي يهضر معاه كيضربوا، وكان ما كنقولوا حنا ما في قلبوش الرحمه. على اين هاد السيد هذا بقى واحد المده وهو في هذيك المقبره. كنقولوا حنا طاغي، اي واحد كيديروا رزقو، اي واحد كيشفرو. على اين بقات هاد القضيه هكا. واحد الصباح داك الناس اللي كيخدموا في داك المقبره، داك الفقهاء وداك الناس اللي كيعمروا الماء، دخلوا للمقبره كيف العاده باش غيبداو نهار جديد باش يخدموا. بان لهم واحد السيد هو فقيه معاهم تما، الناس كيقرا على القبور في واحد البلاصه ناعس. السيد دارت 10 الصباح، دارت 11، دارت 12، السيد ما ناضش. كيفاش هاد صاحبهم ما ناضش؟ غادي يمشيو يزعزعوا هاد السيد هذا، غادي يلقاوه قدامو الامانه امانته. السيد مضروب في القلب ديالو بواحد الموس. هنا شنو غادي يديروا؟ غيعيطوا الرجال ديال الامن، غيلتحقوا رجال الامن الوطني للمقبره. شكون هو هذا؟ فلان بن فلان خدام هنا في هذه المقبره، هذا السيد هذا بشحال هادي هو كيخدم هنا. المهم خداو المعلومات حول هذا القاتل اللي لقاوه ميت في وسط المقبره واللي كيخدم فقيه. بقاو كيسولوا تما الناس شكون هو اللي كان معاه، شكون هو اللي صاحبه. ما توصلوا حتى شي نتيجه في البحث ديالهم. هزوا هذا السيد هذا نحو مستودع الاموات قصد التشريح للوقوف على ملابسات الوفاه. التشريح الطبي جا كيأكد بان هذا الفقيه هذا تضرب بموس على مستوى القلب، هي اللي هذيك الضربه هي اللي السبب في الوفاه ديالو. رجال الامن عمقوا البحث في ذاك المقبره، سولوا هذا، ولكن ما توصلوا حتى شي نتيجه. حتى شي واحد ما قال لهم ودي راه فلان اللي كان معاه البارح او فلان اللي هذا. هنا شنو غادي يديروا هذوك اللي خدامين في ذاك المقبره، منهم الفقهاء، منهم داك الناس اللي كيعمروا الماء؟ شنو غادي يطيح لهم؟ بانه ينتقموا من داك الصعصع اللي كيديرهم فلوسهم داخل المقبره. شنو غادي يديروا ليه؟ غيتفقوا وغادي يروجوا الهضره بان فلان هو اللي كيحقر هنا على هاد الناس اللي كيخدموا في هذه المقبره، وهو اللي غيكون ارتكب هذه الجريمه هذه. هاد السيد هذا اللي كنقولوا حنا كان طاغي في المقبره، وصلت الخبر ديالو للبوليس بانه هو اللي كيحقر على هاد الناس في المقبره، هو اللي كيدير، هو اللي كيفعل. مشاو رجال الامن جابوه، بداو كيحقوا معاه. السيد كيقول لهم ماشي انا، وحتى دوك اللي في المقبره هما شافوش بعينيهم بانه هو اللي ضربهم، هو اللي ضرب داك السيد عفوا اللي مات. ولكن الشبهات دارت حول هذا السيد هذا. وشحال هادي كنقولوا حنا كان التحقيق كيطول، شي واحد جابوه على شي جريمه، هاد التحقيق الا ما بانش الفاعل او ما بانش شكون اللي ارتكب هذه الجريمه وكان شي واحد مشتبه فيه، كيبقى في التحقيق لمده ولسنوات. بقات القضيه هكذاك. هاد السيد هذا اللي داوه على هذه الجريمه واخا هو ما مرتكبهاش، اللي غادي نعرفوا من بعد بانه هو ما مرتكبهاش. على اي هو كان مشتبه فيه، غادي يتحكم بالعقوبه ديال 20 سنه، 20 سنه ديال السجن النافذ. هاد السيد هذا واخا كما قلنا حنا غنعرفوا بان ماشي هو اللي ارتكب هذه الجريمه، غادي يمشي للحبس عليها، ولكن غدوز واحد المده ديال 5 سنوات وهاد السيد داخل السجن. واحد الجوج ديال الدراري كيخدموا
في المقبره حتى هما تيتسخروا للناس، كيجيبوا داك الشمع مهم كيدبروا على راسهم داخل داك المقبره، كيدبروا على المصروف باش كيصرفوا. وكانوا كيتناولوا داك السيليسيون، كنقولوا حنا شمكاره تما داخل داك المقبره. هاد جوج ديال الدراري شافوا ذاك النهار شكون اللي ضرب ذاك الفقيه قتلو. دازت واحد المده كما قلنا 5 سنوات. هاد الدراري هادو مازال كيخدموا في هاد المقبره، مازال نفس الاشخاص كيخدموا في المقبره، جاو شي وحدين اخرين زادوا عليهم، ولكن باقيين هاد الشباب هادو كيخدموا داخل هاد المقبره هادي تيدبروا على راسهم. واحد النهار جا داك السيد اللي قتل الفقيه، المجرم الرئيسي في هاد الجريمه هادي. شكون هو هاد المجرم الرئيسي؟ هو فقيه كذلك. هاد الجوج هادو ديال دوك الشمكاره اللي كيكون في المقبره غتروج الهضره بان فلان هو اللي قتل الفقيه قبل 5 سنوات. وصلت الهضره عند رجال ديال الامن. رجال الامن فاش وصلتهم هاد المعلومه هادي مشاو جابوا داك الجوج ديال داك الشماكريه اللي كانوا في المقبره، جابوهم قالوا لهم ودي سمعنا شي هضره بانكم نتوما شفتوا شكون اللي قتل داك الفقيه قبل 5 سنوات. قالوا لهم سيدي احنا عارفين شكون اللي قتلو. شكون هو؟ قالوا لهم سيدي الفقيه الفلاني، راه النهار اللي قتلو غبر من المقبره ما بقاش كيبان، ولكن عاد شناه ولا رجع. قالوا له كي دار قتلو؟ قالوا سيدي هادوك الجوج الفقهاء، الفقيه اللي مات الله يرحمه وهاد الفقيه اللي قتلو، كانوا تيلعبوا كيقمروا بالفلوس ديال داكشي اللي كيشدوا من عند داك الناس اللي كيقراو لهم على الناس على القبور ديالهم. قالوا بداو كيقمروا واحد شويه. داك الفقيه اللي مات الله يرحمه بغى يمشي بحالته، الاخر قال له لا خصك تكمل معايا. بقاو كيتشادوا في الهضره وحنا كنا بعادين عليهم تنشموا داك السيليسيون. واحد شويه كيجبد الموس ضربوا ليه في القلب ديالو، قتلو وهرب بحالته، وحنا شناه بعينينا بانه قتلو. حنا تجينا في الصباح عاد تاكدنا بان راه السيد راه مات. رجال الامن خداو الاقوال ديال هاد الجوج هادو ومشاو داك الفقيه جابوه. بالفعل فاش سولوا تاكدوا بان داك الفقيه مور داك الجريمه غبر من داك المقبره، ولكن رجع شي 3 ايام او 4 ايام مور 5 سنين ديال المده الغياب ديالو. جابوه قالوا له ودي انت متهم بواحد الجريمه ديال القتل ديال صاحبك. السيد هنا راكم عارفين غادي ينكر، ولكن غادي يواجهوه بهاد الجوج ديال الدراري اللي شافوه. شهدوا قالوا له ودي انت اللي ارتكبتي هاد الجريمه، واشنو درتي. على اي هاد السيد هذا غادي يعترف وتقول له سيدي بالفعل انا اللي قتلت فلان. قالوا علاش قتلتيه؟ قالوا سيدي بدينا كنقمروا انا وياه بداك الفلوس اللي جمعنا من القبور، وحنا ديما تنقمروا تما، ولكن ما بغاش يكمل معايا. فاش ربحني ما بغاش يكمل معايا، جبت انا واحد الموس ضربته في الستر ديالو، تاكدت بانه من بعد راه بانه مات، هربت بحالتي حتى ديتو داك السيد شديتوه واتهمته بانه هو اللي قتل، والتحكم عاد وليت انا رجعت. على اي رجال الامن غيحيلوا هاد السيد هذا على قضيه التحقيق، وغادي يتحكم بالعقوبه ديال 20 سنه. والاخر اللي كان مشدود ماشي هو اللي ارتكب جريمه غادي يطلقوه وغادي يتحكم الاخر في بلاصتو. متابعينا الكرام، كانت هذه قصه اليوم. القصه العبره منها شنو هي؟ هذاك السيد اللي تحكم اللي بقى مده 5 سنوات واخا ما ارتكبش الجريمه، هذاك الذنوب ديال داك الناس اللي كان كيتظلم عليهم ربي يخلصوا بهذه الطريقه هذه. حنا كنقولوا الظلم ما صالحش. على هذا الشيء هذا السيد هذا مشى ضرب 5 سنين واخا هو ما دايرش، واخا جريمه ما هو ماشي ارتكبها، ماشي هو اللي ارتكبها، ولكن ربي كيخلص كل واحد بالطريقه ديالو. هو خلصوا على داك الناس اللي كان كيظلمهم وكيحقرهم وكيدير لهم فلوسهم في القبور، خلصوا بهذه المده هذه داخل السجن. متابعينا الكرام، كانت هذه جريمه اليوم. نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم، ونتمنى نكونوا عند حسن الظن ديالكم، وما تنساوش تبارطاجيو الحلقه مع الاصدقاء ديالكم. والى اللقاء في حلقه قادمه، ودمتم في رعايه الله، والسلام عليكم.